ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نوجد البطبوط بالبصله والمساخن، وقلت نشارك معكم الوصفه. نتمنى ان شاء الله نفيدكم بها وشاركوها مع الاصدقاء ديالكم. هاد الوصفه كتجي زوينه في هاد البرد مباشره ان شاء الله. المقادير وطريقه التحضير. وقبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك وضغطوا على الزر باش يوصلكم كل جديد، واللي اول مره تشوف القناه مرحبا بها تشترك معايا في القناه. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو الدقيق ديال الفورص، كل وحده دير الكميه اللي تناسبها. انا درت 2 دلايف كبار ديال الفورص ومعاهم زليفه صغيره ديال الفينو. درت المساخن، درت 2 معالق ديال المساخن، 2 معالق كبار. ممكن تضيفوا اكثر الا بغيتو. كل ما ضفنا كل ما مزيانين، وكل ما هما في هذا البرد المساخن كما كنعرفوا راهم فيهم فوائد كثيره. درت الخميره، 2 معالق ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الملح كيبقى حسب الذوق وحتى بالكميه اللي عندنا. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. والماء من طبيعه الحال باش غادي نعجنو يكون دافي، يكون دافي مزيان باش تخمر لينا العجينه. صافي غادي ندوزو نعجنو العجين ديالنا ان شاء الله. كنخلط هاد المكونات كامله اللي عندي وكنبدا نعجن عادي كما كنعجنو العجين. طريقة سهلة وعادية بسيطة، غير هي شنو اللي فيها مغير هي المساخن اللي كنضيفه مع العجين. هنا صافي العجينة ديالنا هي خمرات كما كتشوفوا، كيضاعف الحجم ديالها. غادي ندوزو نقرصوهم. انا كنديرهم صغير، الحجم كيبقى حسب الرغبه. انا كيعجبوني نديرهم صغيورين، اللي بغات ديرهم كبار ماشي مشكل، كل وحده ودير حسب رغبتها. غادي نقرصهم ان شاء الله ونغطيهم يخمروا. ما كياخذوش لنا بزاف ديال الوقت باش يخمروا، غير كنكمل من التقراص تقريبا ونبدا نطيبهم ان شاء الله. انا غادي نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل العجين كامل اللي عندي، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. انا ملي كملت العجين كامل بالتقراص غطيته، وغادي ندوز باش نوجد واحد الراس ديال البصله وشويه ديال القزبر كنشلضو باش غادي نديرو معاه ان شاء الله. كنشلضو البصله هكا رقيقه،
كما كيبان لكم في الصورة. كنزيدو عليها شوية ديال القزبر وشوية ديال الملح وشوية ديال زيت العود. العطريه ما كنديرش، كندير غير شويه ديال الملح باش كتبقى هذيك البصله في مذاقها. صافي غادي نشلضها كامل. هاد الراس اللي عندي ديال البصله نشلضو كامل رقيق، من بعد غادي نديها فوق البوطه غتقلى غير شويه، ما نخليوهاش تطيب بزاف. خاصها تبقى البصله باينه باش تبقى في المذاق ديالها. الا طيبناها بزاف ما كيبقى فيها حتى فائده. صافي غادي نديها فوق البوطه تشحر غير شويه ونطفي عليها ان شاء الله. انا غادي نخليها دابا تقلى ومن بعد نتلاقاو باش نبغيو نطيبو ان شاء الله البطبوط ديالنا. غادي ندوزو باش نطيبو. صافي البطبوط ديالنا راه يكون خمر. كناخدو المقله كنديروها فوق البوطه. في الاول كنجهدو عليها البوطه باش تسخن مزيان، ومن بعد كنخليو العافيه متوسطه، ماشي مجهده بزاف ماشي ناقصه، لان لا نقصنا عليه بزاف كيلوى لينا البطبوط ديالنا. الا جهدنا عاوتاني يتحرق ما يطيب. انا عندي المقله كبيره كما كتشوفوا، كندير 3 حتى ل 4 مع درتهم صغيورات. صافي كنخليو النار متوسطه وغادي نبقى نطيب فيهم ان شاء الله. كنبقاو مره مره وكندوروهم هكا على الجوانب باش يتحمروا من الجناب كاملين وكيتنفخوا كما كيبان لكم في الصوره. كيجيو منفوخين وخاوين من الداخل. غير جربوا هاد الطريقه ان شاء الله غادي يعجبوكم. صافي انا غادي نستمر على هاد الطريقه بحال هكا تنطيب العجين كامل، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيبقاو. كنزينوه بهذيك البصله من الفوق. كما كنعرفوا جميع البصله راه كتواتى مع المذاق ديال المساخن، كيجيو كيشهيو كما كتشوفوا. راه تبارك الله كيجيو زوينين ومع واحد البريريط ديالها تاي ما نعاودش لكم. نتمنى تجربوهم في بيوتكم وتشاركوهم مع الاصدقاء ديالكم. انا ديما كنحاول نجيب لكم شي حاجه اللي نفيدكم بها ان شاء الله، وشي حاجه اللي تكون صحيه تكون فيها الفائده. نتمنى الوصفه ديال اليوم ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتشجعني وكتدعمني نزيد نبحث اكثر وندير وصفات اكثر. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.